هاخدكم في الحلقه الثانيه من صناعه التشوبر من الصفر، وهديكم الابديتس سريعا. زي ما انتم شايفين قصينا الاكستنشن بتاع الرير فريم اللي بيركب عليه الرير فندر، وبالتالي مش هقدر اركب معايا باسنجر لانه هو ده الجزء اللي بيتحمل وزن الباسنجر. سو ماكسيمم هقدر احط شنطه وزنها من 10 الى 15 كيلو، وانا مور اور ليس مش هركب معايا باسنجرز يعني. وزي ما قلنا السولو سيت هيركب هنا مع الباك ريست. لو حابب تتفرج على البدايه ارجع للحلقه الاولى، هسيب لك اللينك على الشاشه عشان تقدر تتابع معايا خطوه بخطوه ازاي هنطور وهنغير البايك ده تماما بحيث ان هو يتحول الى تشوبر. الحاجه الثانيه اللي انا بعملها هنا، هو عمل لي موك اب للهاندل بار ده كاستمايزد، فولي كاستمايزد هنا. ده تي بار ولكن معمول له بول باك حوالي 1 انش، والبار نفسه مش فلات ولكن في شيبت زي ما انتم شايفين على حرف في، وبالتالي هيريح اكتر في الهاندلنج بتاع البايك. انا سايب عليه الاوريجينال تريبل تريز والاوريجينال ويل. دلوقتي هوريكم التريبل تريز اللي احنا عملناها بعد ما تركب، هنحاول نحط الوايت وول 21 انش ويلز عشان نشوف شكل البايك هيبقى عامل ازاي اوفر اول. بس ده مبدئيا الابديت، وخلينا نجو فورورد نغير التريبل تريز ونغير الويل ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين التريبل تري اهي اللي احنا كنا عملناها عند الخراط، هنركبها، هنجرب تركيبها. يس مظبوط. يس انا بس بحاول اوريها لكم هيبقى شكلها عامل ازاي. ادي اهي منظرها اهو بعد ما ركبت. طبعا لا يمكن تقدر تعرف التريبل تري دي هتديك هاندلنج عامل ازاي على الطريق او الكواليتي بتاعتها غير بعد ما تتركب وبعد ما البايك تكمل تماما، وبعد كده هيكون في عيوب كتير قوي هتتصلح بعد ما هنركب كل حاجه. انما ادي منظر التريبل تري اهو متركب، وهنركب التيوبز لسه اللي هي الاكستندد لسه ما جاتش، انما هنركب الستوك وهجرب عليها الجانت اللي هو ال 21 انش عشان نشوف شكله هيبقى عامل ازاي على البايك. هنركب الستوك تيوبز بس علشان نجرب ونطمن ان هم التريبل تريز معمولين بشكل كويس، وده واضح ان هم بيرفكت بصراحه يعني داخلين بشكل كويس جدا. هنعمل بس سيمبل تايتنينج كده من هنا. انا بحب اجرب بنفسي عشان اطمن ان التريبل تري معموله بشكل كويس وان هو مش هيعمل اي ادجستمنتس من غير ما يقول لي عليها. انا بطمن انه التريبل تري معموله بشكل كويس، وهو بعد كده هيركب بقى وهيعمل التايتنينج وهيظبط الدنيا في الاخر، انما انا اتليست ابقى مطمن ان كل حاجه معموله صح. ادي اهي. طيب هوريكم بس الريم اللي هو ال 21 انش الجانت. هنحاول انا برضه ده تاني هو اللي هيعمل كل حاجه، انا بس بحاول اميك شور ان كل حاجه محطوطه في مكانها، وانه لان تاني الواحد قلقان بصراحه، فاي ونت شور ان البايك اتس اوكي مفيش اي مشكله. ادي منظر اهو ال 21 انش ريم لما يركب عليه كمان الاكستندد فوركس مع التريبل تري اللي هي صغرت حجم الفرونت فورك، هيبقى شكلها فيري تشوبري فيري ريترو، الشكل اللي انا بحبه يعني. ادي المنظر اهو. هوريكم حاجه صغيره، انه السنسور بتاع الاي بي اس، لان انا عايز اخلي الاي بي اس عشان يخش هنا لازم يقص الحته ديت، لازم يقص الحته دي، فدي هيعمل لها هو ادجستمنت وانا اتفقت معاه عشان نركب السنسور بتاع الاي بي اس. سو ات شود بي اوكي يعني مفيش مشكله. تانك اهو ستوك خالص، هيتعمل له هيدهن اسود وهيتحط عليه هيترسم عليه اللوجو بتاع هارلي. ده مش هيبقى ديكال يعني، مش هيبقى ستيكر ويتحط عليه الكوت، ده هيبقى رسم كامل. هنرسم اللوجو بتاع هارلي هنا وعليه الوينج. انا بحب الشكل ده اللي هو موجود، رجعوه تاني على اللو رايدر اس تي في 2025 الشكل اللي هو موجود، بس هو ده اصلا من السبعينات ومن الثمانينات يعني، فبحب جدا الديزاين دوت. هو ده اللي هيتحط على التانك. انا بتكلم مع فانج بنتناقش هل نخلي التانك كده ولا نعليه. في احد المتابعين بصراحه حط لي كومنت عجبني جدا، قال لي ما ترفع التانك حوالي 2 انش، وده حقيقي وهو ممكن يترفع. هو طبعا المكان ده السكرو بتاعه ممكن ترفعه وتعمل له مكان جوه التيوب الاساسيه بتاعه الفريم،
ويترفع حوالي 2 انش. ده ممكن يتعمل، بس في الحاله دي كل الاسلاك اللي تحت دي لازم تترفع وتخش هنا جوه علشان ما تبقاش باينه. انا حاسس ان ده هيبقى شكله احلى، لان الانجن كله هيبان والمساحه دي كلها هتبقى فاضيه، وبالتالي هيدي برضو شكل احلى للانجن يبان بشكل كامل. قولوا لي رايكم ايه في التعليقات، لو اعمل ده ولا لا. لسه عندي وقت اقدر اغير رايي لو حبيت. جيت له بعديها بكام يوم اهو عمل لي الموك اب بتاع السيت زي ما انتم شايفين. ده الموك اب بتاعه، وهيبقى ليه باك ريست من هنا. عملنا كمان قاعده اهو، قاعده حديد مربوطه على طول مباشره في الفريم عشان يتركب عليها السيت دايركتلي ويتعمل له سكروينج من تحت من هنا بحيث يبقى ثابت. الحاجه الثانيه اللي احنا بنحاول نحددها دلوقتي هو الرير فندر هيبقى لحد فين. فانا بحاول اخلي الرير فندر مقصوص بقدر المستطاع علشان اقدر اكسبوز اكبر كم ممكن من الرير ويل اللي هو الوايت تاير عشان يبان بشكل احلى، الوايت وول يعني. فالمشكله الثانيه اللي احنا بنحاول نتكلم فيها هي الوزن اللي ممكن احطه على السي سي بار ورايا. لو عايز احط شنطه مثلا وزنها 10 15 كيلو، حاليا بالشكل اللي انا عايزه للسي سي بار مش هيتحمل اكتر من 10 كيلو. وعشان كده اتكلمنا وقلنا ان احنا ممكن ازود التخانه بتاعه السي سي بار يبقى حجمه تخين شويه عشان يقدر يتحمل وزن اكتر، حوالي من 15 الى 20 كيلو ات ماكس، مش اكتر من كده. فده اللي احنا اتفقنا عليه يعني. وطول السي سي بار هيبقى حوالي 70 سم 70 سنتيمترز رايت. وده هيخلي شكله فيري ريترو، وفي نفس الوقت هيخليني اقدر احط عليه شنطه تكون حجمها طويل، لان مش هقدر احط حاجه بالعرض. لو انا مسافر هضطر احط شنطه تكون بالطول، ولكن برضو مش هينفع تزيد عن 20 كيلو جرام، لان مفيش رير اكستنشن للفريم يتحمل الوزن دوت. اللي هيتحمله هو السبورت بتاع السي سي بار مع الرير فندر، هو ده بس اللي هيتحمل الشنطه يعني. The quality of the rear fender is really good. Bravo, Thang. Excellent job. Can you put it on the wheel? Let's see it together. How far it will be. Yes. A little further. Yes. Inside. Yes. Excellent. So by doing this, we will be able to see most of the tire. هنشوف أغلب التاير من ورا، وهنقص الفندر من هنا بحيث نقص الجزء الزياده دوت يعني، وهيبقى هو ده شكله في النهايه. Tank. Yeah. Did the air cleaner arrive? Yeah, okay. In here. Let's see it. Let's see it. Up. Oh. TC Brothers. Minimalistic. احلى حاجه في الاير كلينر ده انه طبعا هيبين الانجن بشكل جميل، ولكن في نفس الوقت مش هيدخل هواء كتير قوي، فمش متوقع منه بيرفورمانس عالي، انما هيبين الانجن بشكل جميل جدا جدا جدا.